السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا حلقة أفراد بودكاست isbedel naga halnaqda ayaantan isbuucan waxa update ah ma jirin yani xalaqaad cusub ah mashquulka iyo waxa iska badnaay maanta special guest waxa ku soo dhaweynaa Iman Yusuf Abdi Musaidi sida walaale لو يهي اوكي تتكلم بالعربي مش بالصومالي ميكس عربي او بدن because صومالي مسكو فعلا عاد ادب ما استمتع بحياتك خذي راحتك يعني إيمان عبد هيدي دالك السعودية ودالتي I hope yes ف halkaas wax ku soo baratay ilaa iyo jaamacad تخصصنا حقوق يعني جامعة نحن soo baxday علوم الكيمياء مسك كيمياء كلية العلوم تخصص الكيمياء كلية العلوم تخصص الكيمياء فإن شاء الله بودكاست كنا ما تحب بدنا لغة عربية كاس فولبو I hope waxaan jeclaanaa dadka af Soomaali ku hadlo iyo dadka caawiya fahmo kultoodba inay maxaa la ay wadaagaan podcast-keena insha Allah qofka ku soo kordhina mis ku soo kobcinayna insha Allah anaga jeelada dadka inuu soo kobciyo naga halnaqda caawiga ma qawaagilnayna maadaama dadka qowb joogay wax kala badan yihiin idan English hadoo noqdo mis Soomaali maxaa la sameeyna maybe hadda Dutch language مغلط كسر ولا لا هذا وين حدثينا عن نفسك عن تعليمك عن تاريخك عن هوايتك يعني عن تعليمك خلينا نقول تخصصك في الكيمياء وليش رحت هذا المجال من ناحية معكم إيمان يوسف من مواليد السعودية بالتحديد مكة المكرمة خريجة جامعة أم القرى تخصص الكيمياء خريجة منذ 2 بعد تخرجي سافرت إلى الصومال والآن مقيمة في كينيا مدة 1.5 سنة. الحمد لله كان تغيير كبير في حياتي بخصوص إنه ما كان عندي خطتي ما كانت إنه أنا بعد التخرج مباشرة أسافر. كانت عندي شوية خطط بس السفرة كانت ليش الكيمياء بالتحديد؟ الكيمياء في التخصص لأنه ما تحصلين أغلب الناس أو أغلب الصوماليين يتعلموا كيمياء أوكي هو الكيمياء أغلبا نشوفهم كذا إيش اسمه بزنس مانجمنت بزنس كمبيوتر ساينس أو ميديسين زي كذا الكيمياء هي حبتني أنا ما حبيتها أنا ما كانت توجهي للكيمياء في بداية التقديم من الجامعة كنت حاطة في بالي تخصص الكمبيوتر ساينس بما إني أنا أحب التكنولوجيا وعندي شغف إني أوصل لمراحل عليا في خصوص إذا كان الكمبيوتر في البروجرامز في البرمجة وكذا فسبحان الله تغيرت أهدافي فجأة ما انقبلت تخصص الكمبيوتر ساينس صار عندنا شوية مفاضلة في تقديم التخصصات وكان سكند اختيارات اللي عندي الكيمياء وانقبلت فيها الحمد لله وكان تخصص جميل. في بداية سنيني أنا في الكيمياء ما كنت متقبلته بما إنه حسيت أهدافي كلها تحطمت مو تخصص اللي أنا كنت أرغبه من يومي. وأول 1.5 سنة مرت أي تخصص كنت تبغي ترغبي فيه؟ كمبيوتر ساينس والبرمجة بتخصيص البرمجة البرمجة الآلية أي فالحمد لله أول 1.5 سنة عدت. يعني الشخص إذا ما كان شغوف بالشيء اللي يدرسه ما راح ينجز فيه يعني راح يكون بعيد كل البعد. يعني ما حاولت إني أتقرب من أصدقاء المجال والأندية اللي خاصة بالقسم والتخصص كنت بعيدة كل البعد. يعني كنت لأول سنة أحاول إني أحول للتخصص وكان عندنا في الجامعة إنه إذا عديتي 50% من الخطة ما عاد يمديكي تحولي. فبعد 1.5 سنة لما شفت إنه الوضع صعب شوية في التحويل أتقبلت تخصصي وحبيته وهو حباني أكثر والحمد لله تخرجت منه والآن ناوي أكمل فيه وأتعمق فيه وأوصل لمرحلة متقدمة في التخصص هذا إن شاء الله. من الكيمياء يقول إنه الناس اللي يعملون في الكيمياء مدري شيء
يصنعون المتفجرات لا، والنوويات هو الناس ما ويخربوا خبرت فيه الدنيا عن هذا يعني. التخصص. لا، مهم. هو له مجالات كثيرة. الكيمياء تخش في كل مجالات الحياة، في الصناعة، في الصحة، آه آه في أي مجال، يعني في أي مجال في الحياة هتلقى كيمياء. يعني الكيمياء هي إيه؟ هي مجرد يعني حتى في حياتنا ترى في تعاملاتنا في كيميائية معينة. هي الكيمياء إيش؟ تفاعل، ويعني تفاعلك مع اللي حولك، تفاعل أشياء مع بعضها. ما في أخذنا في الابتدائية إنه في الفيزياء والكيمياء. فيزياء كل شيء مثل الثلج، يعني يستطيع أن يكون شيء آخر ويرجع إلى أصله. في الفيزياء. نعم. أما الكيمياء يكون في الكيمياء فرق. إنتاج أشياء جديدة دائما. من في مجال الصناعة، إذا جينا مجال الصناعة، في مجالات كثيرة في الصناعة تخش فيها الكيمياء. صناعة الأدوية، صناعة البلاستيك، صناعة العطورات، صناعة أي صناعة إلا ما تلقى فيها. هي أصلا الكيمياء مجالها متعدد في الحياة، في الصناعة، في الصحة، في المختبرات، في مجالات كثيرة ما أقدر أحصرها الآن. بس الكيمياء داخلة في كل شيء في حياتنا اليومية. فتعتبر الكيمياء هو من أساسيات الحياة. يمكن كانت الأساس الأهم في الحياة يعني. طيب ليش الصومالي ما يتعلم؟ نحن ما عندنا ثقافة إنه تنويع في التخصص. خلاص هم حاطين في بالهم من الثانوي تخصص معقد صعب، معادلات كيميائية. أغلب الناس تبعد عن الشيء الصعب، تروح للشيء السهل اللي ينتج مال بسرعة. هم حاطين في بالهم إنهم المادة يعني المادة مسيطرة على تفكيرهم أكثر من إنه يوصلوا لهدف معين. الكيمياء مش صعبة، هم الناس صعبوها لأنه ما يبغوا يفهموها. أنت إذا فهمتها وحبيتها راح تكون سهل عليك. طيب ما دام درست الكيمياء ولم كملت الجامعة، لكن كنت تبغي تاخذي ايش اسمه؟ أيوة، كان هدفي لا أخذت الدبلوم. لا، كنت أبغى أكمل الماجستير في السعودية. بتغيرت الخطط وسافرت. إن شاء الله ناوي أكمل في تخصصي وبالتخصيص الكيمياء الأورجانيك. نعم. يقولون ايش اسمه؟ قلت الآن كنت تكملين الموضوع حق الكيمياء الأورجانيك أو الكيمياء الطبيعية أو الكيمياء الأورجانيك يعني العضوية الترجمة العربية. الكيمياء العضوية اللي تخش في مجالات الصناعة أكثر شيء. تحديد ناوي أكمل في كيمياء بتروليوم وأتعمق فيه، وإن شاء الله. ليش تكملين حالك في الكيمياء البترولينج والبلد لسه أصلا ما عنده بترول؟ عندنا اكتشاف، هو موجود عندنا النفط بس ما تم التنقيب عنه، وبسبب أن البلد كانت تمر في حروب والناس يعني صح البلد عندها خيرات كثيرة، من خيراتها البترول. فإن شاء الله نطمح إنه في 10 سنين القادمة يصير تغيير في البلد، وبإذن الله ننفع بلدنا وناسنا أكثر. يعني تخصص، يعني نحن في المجتمع الصومالي ممكن في اللي في الخارج في ناس متخصصة في هذا التخصص ودرست فيه وتعمقت فيه، وممكن في المستقبل حتيجي للصومال وحتنجز في البلد. فأنا أبغى أكون إنه من الناس اللي جات البلد وشافت البلد وخدت المجال اللي أنا أشوف نفسي فيه والوطن يحتاجني فيه. يعني إنك تحطين في الأولويات. أيوة. طيب خلينا نقول إنه نظرة مواليد الخليج أو مواليد الغربة خارج البلد. نعم، خارج الصومال، مواليد الغربة نظرتهم مختلفة تكون عن الصومال. أول مرة لما يروح، كيف كانت نظرتك أنت خاصة يعني؟ كيف كان وضعك مع النظرة للبلد؟ هو الإعلام عندنا، الإعلام دائما مشوه النظرة عن البلد. الأغلب الأخبار تجيب الحاجة السيئة، الإعلام يركز على الحاجة السيئة في البلد، إنه صح كانت في مجاعة، صح في حروب، بس البلد الحمد لله تعافت وبتتعافى يعني بنشوف إن شاء الله تغير كبير في البلد. أنا نظرتي للصومال كانت مش أغلب الناس، بما إنه كان أخواتي قبلي وأخواني،
مع التواصل بنشوف السناب شات وبنتابع بشكل يعني كان خاص. عندك خلفية إعلامية خلفية جميلة بسيطة يعني، حتى مو بشكل عميق. بس الحمد لله ما كان في التخوف. أغلب الناس تتخوف إنه خلاص حاطة في بالها هناك حروبات، هناك مجاعة، ما في أكل. يعني حاط في باله إنه أفريقيا واو كلها أيوة صحاري, كلها صحاري وبيوت كده مثل يعني إيش اسمه مثل العريش الخيمات كده. يعني. أيوة. فالناس لا أنا الحمد لله الاختلاف اللي كان عن أغلب الناس اللي جو، أغلب الناس متخيل تنزل من المطار حتشوف صحراء وناس ميتة في الشارع بما إنه عندهم هذا كان تخيل الأولي. لما كده تنزل تشوف كده بس اللهم إنك تشوف بقر ما بقر وتشوف كده عريش قيل ماشي صعنا مية لا ماشي كحاجة مية. أنا والله العظيم ما كنت يعني، أنا جيت باختياري يعني. في ناس كانوا حتى لما قررت إن أروح الصومال قبل 6 شهور أعطيت للناس خلفية إن أنا رايحة وحسافر إن شاء الله. كيف ما حتخافي والبلد، حتى أغلب المجتمع اللي حولي في الجامعة صحباتي متخيلين إنه البلد هناك يعني. أذكر واحدة من البنات راحت صاحبتها كانت تقول لها ما عندكم موية أرسل لك موية. فالناس متخيلة بهدلة يعني شيء إنك حتروحي هناك حتعيشي في فقر وما كذا. لا الحمد لله يعني أنا جيت وكنت مستعدة لأي حاجة أقابلها. طيب صح ما حيكون نفس خيالي. الآن أنت تطرقت إلى موضوع شبه مهم ما كان في بالي، إنه ما عندكم موية، مشكلة المجاعة. إيش هي؟ فأظن هو تخصصك يدخل فيه الكيمياء أو شيء من هذا القبيل. الماء. نعم يعني مشكلة المجاعة ليش؟ نعرف إنه هو أمر من الله الجفاف، لكن بيأتي من بأسباب. فشو هي أسبابها؟ ليش هذا الضوء المتسلط على أفريقيا خاصة المجاعة الدائمة ما أدري شيء بعد كل خلينا نقول 5 سنوات 10 سنوات تجيك مثل هذه المشكلة. شايف الآن في اليمن عندهم نفس المشكلة أظنها ليش اسمه هي الحروب. الأوبئة. هي الحروب بسبب إنه أوكي هي كوارث طبيعية إنه يكون في جفاف وما يكون يعني الأمطار تكون قليلة، والجفاف حيكون تأثيره على الحيوانات والمحصولات الزراعية، بما إنه إحنا بلد يعتمد على الثروة الحيوانية والثروة الزراعية. فإذا ما كان عندهم أمطار والحيوانات يعني ما تغدت وما كان في يعني العلف حق الحيوانات تحصل مجاعة. فالناس يعني هي زي الدورة، إنه كل حاجة يعتمد على الثاني. الإنسان يعتمد على الحيوان، الحيوان يعتمد على النبات، والنبات يعتمد على المطر. فإذا صار في جفاف وما صارت في يعني الأمطار، قلت الأمطار وصار جفاف، فراح يكون هنا في مجاعة. في نقطة أمس كنت مع شلة كنا نتكلم في موضوع، اللهم إنه تطرقنا إلى موضوع إنه قال لي نيو من نوع من الجهل. في تعرف إنه الصومال منقسمة إلى أقسام، مثلا في ناس عايشين على البحر يعني على المأكولات البحرية، وفي ناس عايشين على الجبال أو الصحاري وهم عايشين على الجمل يعانى كسب عانقيل يعني حولها يكونوا لين أغلبا. مجموعة حولها كلهم يختلفوا الاثنين، منهم اللي عايشين على ايش اسمه على النهر، وهذول النهر يعني ثقافتهم أو أكلاتهم متنوعة، يحصلون من ايش اسمه من المزروعات ومن البقر، ما عندهم مشكلة. قال لي وهذا يصير في أو مثل أوقات المجاعة الناس جايين يشوفون الثمار حقت الأشجار مثل المانجو والموز، ما يعرفوا إيش هو، يترمون فيه يلعبون فيه وهم جايين أصلا حالتهم حالة. فما يعرف إنه هذا شيء ينأكل، هذا أكل، هذا شيء ينفع. يشوف أكلات كذا، يشوف أكلات مفيدة يعني يحتاجها هو يتغدى فيها تنفعه ل10 أيام قادمة لعله، بس هو ما يعرف، هو الجهل. نعم والله العظيم استغربت يعني. يقول لي يا أخي هذا الشيء مثلا داخل العاصمة. أنا لما جيت من السعودية رحت العاصمة مقدشو. نعم. والناس هناك الناس أغلبهم اللي يعيش في الساحل يأكل يوميا يعني من الصباح الليل وجباتهم فيها مأكولات البحرية. أيوة. والناس اللي جو مثلا يعني العاصمة فيها من أغلب يعني الناس موجودين من كل المناطق، فالناس اللي جايين من البادية وزي كذا تلقاهم طول يومهم من الصباح غدا عشاء كله يكون أكلهم فيه اللحم الجمل.
وفي ناس زي ما قلت اللي عاشوا يعني ثقافتهم منهم هذا، تلقى أكلهم متنوع، فيه له خضار، ينوع فيها. فيه له سلطات، فيه له لحم، فيه له سمك. نعم. فالثقافة لسه ما انتشرت. تلقى ناس كثير يجوا من البادية خلاص أكلهم كله حليب ولحم الجمل. وفوق هذا قال لي مرة إنه حصل إيش، الناس كانت جوع يعني حالتهم حالة. كان لي واحد شيب أمس قال لي وكان عندهم سمك يعني، بس اللهم إنه ما يعرفوا إيش السمك، إيش فائدته، ما إيش عمله يعني، وهم يعني يشتكون من الجوع، فكانت مشكلة. هو الناس جهل زي ما قلنا، ما عندها خلفية في الأكل في هذا. بس سبحان الله نحن اللي جينا من الغربة وهذا. طيب السؤال هو كيف ليش ما نحس في الدول المتقدمة أو الدول ما لا نقول متقدمة، خلينا نقول الدول القائمة. تعرف إنه الصومال دولة مهششة مدمرة لمدة 30 سنة ما يقارب، أو 30 سنة أظنها كملت 30 سنة. كملت 30 سنة. 91 في عام 91 حتى الآن كملت 30. ما نشوف في الدول النامية أو الدول اللي إيش اسمه القائمة، الدول كيف أقول الحكومات القائمة، ما نشوف فيها الجفاف اللي نشوفها في الدول اللي فيها حروب. لماذا يعني؟ إيش الاختلاف؟ أو ما يحصل فيهم جفاف يحصل في الدول اللي تخش فيها في الحرب. فهمين هذا الوضع. ممكن الحكومة تكون مشغولة في الحروبات يعني أغلب الناس اللي مثلا ما وصل لهم العمران فتلقاهم عايشين طريقة بدائية يعني. أنا يعني كنظرتي يعني هو ما أدري هل هي صحيحة أو غلط. أغلب الناس في الصومال اللي عايشين في البادية أو اللي حول يعني لا اللي موجودين بعيد عن العمران، الدولة تكون مهمشة، يعني الدولة تكون مركزة في مناطق معينة وتحارب يعني مركزة في منطقة معينة ومهمشة المناطق الثانية. فعشان كذا أحس إنه الناس اللي مهمشة ما وصل لهم العمران، ما وصل لهم يعني طرق الحياة المتطورة. نعم. فممكن يحصل معاهم مشاكل ما حد يدري عنهم. ممكن إذا ماتوا يعني مع المجاعة ومع المشاكل الحياتية اللي تصير لهم بعدها ممكن الناس يعرف عنهم. هو طيب تهميش أحس. خلينا نقول طيب إيش دور الحكومات، كيف تساعد الحكومة؟ مثلا خلينا نقول إن الحكومة قائمة وحصلت فيه مجاعة تقلت الأمدار مدري شيء، ما هي دور الحكومة إنها إيش اسمه تقلل من هذا الشيء يعني، أو تساعد الناس عشان ما ينتشر هذا الشيء، أو ما تحصل ناس يموتون لأجل أوبئة أو لأجل مجاعة. إيش دورها؟ دور الحكومات إنه يعني ترسل فرق لهذيك الأماكن، وإنه الناس تعاين كيف عايشين، إيش اللي ناقصهم، يعني أساليب الحياة البسيطة اللي ممكن تساعدهم إنهم يستغلوا مثلا ما يعتمدوا بشكل كامل على مثلا على حاجة معينة. ممكن هذه الحاجة مثلا الاعتمادهم كله على الحيوان. ممكن الحيوان مع الجفاف مع قلة الأمطار راح يموت، فهنا الشخص ما راح يلقى مورد تاني يتغذى عليه. الجفاف نفسه يأثر على المحصول الزراعي. طب تأثير المحصول الزراعي حيكون مؤثر على الثروة الحيوانية. والله ما عندي خلفية كاملة، بس دور الحكومات إنه ما تهمش. أظن إنه إيش اسمه تخزين المحصول الزراعي، هذا هو أظن أقرب شيء، وإنه توفير بعض الأحيان لو حصل فيه جفاف يكون عنده مورد ثاني يتغذوا عليه. نعم، مثلا تخزين مواد الزراعية مثل القمح وشيء. وفوق هذا أظن إنه الشيء الثاني لو حصل جفاف في ايش اسمه أقول لك جفاف في ايش اسمه في النهر أو شيء من هذا، أو ينابيع المياه، هو الزراعية جفت وما نعم. صار عندهم تحليل مياه البحر. صح. نحن عندنا في الدول المتقدمة زي ما قلت في دول كثيرة متقدمة وتكون كمية المياه عندهم قليلة جدا، فيكونوا مستفيدين تحلية المياه البحر أو تنقيب عن المياه الجوفية. الحكومات إذا كانت يعني مش متقدمة في طور التقدم، إنه تحاول إنه الأشياء الأجهزة اللي تبحث عن الموية زي ما قلنا تحلية المياه البحر، تحاول إنه تنوع في مصادر المياه للشعوبات. فنحن عندنا الحكومات تكون مركزة على شيء معين فمهمل أساليب الحياة. تلقى مناطق متقدمة جدا ومناطق عندهم أساليب الحياة جدا بدائية.
تقولي إنه المشكلة تأتي من هنا. بخصوص هواياتك. الهوايات نعم. هي القراءة أهم، يعني أكتر هواية أنا أمارسها، وأحب يعني أحب هواية لي. يقال إن الشعب العربي ما يقرأ، وخاصة الصوماليين ما يقرؤون أبدا. كنا نتكلم عن القراءة. نعم. نحن أمة اقرأ. صح. ومفروض إنه نقرأ. القراءة يعني أهميتها إنه تنمي تفكير الشخص، تغير من أساليب حياته إذا قرأ في مجالات كثيرة. فنحن مو فقط الشعب الصومالي، كشعوب إسلامية وعربية ما عندنا اهتمام بهذا المجال. يعني هو الاهتمام يبدأ من العائلة إذا يعني حفز أطفالها إنه من هم الصغار بدأت تعليمهم بالقراءة. ما نحط المسؤولية على الدولة، على الحكومات، ولا على طول على أفراد العائلة؟ لا، هو لها يعني، لأنه هو شيء متكامل. يعني الحكومات يعني دورها أن توعي، تعمل ندوات وتعمل برامج تحفيزية، إنه مثلا في مسابقات تكون موجودة، أفضل قارئ مثلا. يعني ما في الحكومات في مهتمة. طيب يأتيك شخص مثلا، أنا أقول لك طيب أوكي، أنت تقولي إنه المشكلة من المشكلة يعني لازم إن العائلة تنمي والحكومة إنها توعي فقط تساعد. طيب أوكي، الحكومة خلينا نقول إنها 100% يعني 100% توعي الناس، لكن ما عندها مجالات، ما عندها نموذج أو أنظمة تساعد الناس على القراءة. أنت وعي بدون إنك مثلا إنك تطبق. نعم، إنك فرص للقراءة أو أماكن للقراءة أو شيء أو برامج حتى ما عندك. أعطيك مثال، تجيبين شيء يسمى إنك خلينا نقول إيش، أوكي مثلا قلت الناس اقرأوا توعيهم بالقراءة، بس ما وفرت لهم البيئة. ما عندك بيئة متوفرة، ولا عندك مكاتب متوفرة، ولا عندك في البيت حتى مكتبة بسيطة حقت القراءة، ولا عندك أشياء أصلا تساعد الناس على القراءة. مثلا عندك بيت، في بعض الناس لما يكون عندهم بيت عندهم مكتبة. في ناس المكتبة حقتهم كديكور، وفي ناس لا، المكتبة حقتهم كقراءة. في كلتا الحالتين هي تساعد، أوكي، لكن عندك مكتبة ولكن ما عندك البيئة، فمشكلة هنا. مثلا أنت عندك مكتبة في البيت لكن عندك جو مشحون وكله ما في ضغوطات، ما في فرصة إنه أصلا ما عندك مكان أصلا، يعني زاوية حتى تقرأي فيه، زاوية هادئة. فكيف تقولين إنك الحكومة توعي والناس لازم الحكومة نفسها تساعد؟ ولازم يكون في تكامل، يعني تكافؤ. يعني الحكومات إذا بذلت جهود برضو نحن كأفراد نحاول. مثلا إذا أنا كنت شخص قارئ أحاول البيئة اللي حولي اللي هم الأهل، الأصدقاء، القرابة، فكل واحد يبدأ في بيئته. يعني أنا مؤمنة إنه إذا التصليح أو التعديل يبدأ من الفرد وحوله. يعني إذا الفرد الصغير يعني تعدل وصار بأي مجال مو شرط في القراءة، نعم. الإصلاح يبدأ من الفرد، والفرد عائلة، والعائلة تكون بيئة مثلا حي، والحي صح. مثلا يكون في مدينة، والمدينة، وهكذا إلى ما نصل للمجتمع بشكل كبير. هذه مسؤولية المجتمع، ولكن لازم إنه أيضا الأفراد تتعاون. هذا مسؤولية الأفراد، يبدأ من الفرد يعني والحكومات حتى إنه يوصل للحكومة، لكن لازم إنه يحصل دعم بسيط حتى من الحكومة، بيئة أقل شيء، مكتبات مهيئة للقراءة، مصادر، يعني مكتبات توفر كل فترة كتب الجديدة، مكتبات عامة، والمكتبات اللي تبيع الكتب توفر، يعني تواكب الزمن، يعني تجيب كتب جديدة يعني في نفس الإصدار، يعني مش كتاب أصدر قبل 10 سنين أو قبل 50 سنة هو اللي موجود في هذه المكتبة. الناس إذا جات تحب التغيير، تدور عن شيء جديد. طيب في كتب لكن أثرية ما
يعني هي تكون أوكي. نفسها قبل 10 سنوات. اللهم انه لو كان في تحقيقات زياده، لو كان في مخطوطات تم ايجادها وعدل بس انت عليها لما او تكون مركز زودها. على الجيل يعني تبغى تحاول تحببه، صعب تجيب له كتاب قبل 100 سنة وتقول له اقرأ ودسم. فنحن لا من ناحيه الدسم، نعم نتكلم عن من ناحيه الدسم، لكن لو الكتاب اوريدي خلينا نقول تم تفكيك كلمات وجعل كلمات رقيقه، تعرف في بعض الكلمات تكون هذا صعبه. يعتمد على الناس الكتاب انهم يركزوا والقراء نفسهم. والقراء نفسهم انهم يركزوا في المجال هذا، ينوعوا. مهم. بس انا مقصدي لما تحاول تغير تفكير مجتمع او بيئة، تحاول تبدأ معاهم في الشيء اللي يعني تكون قريب من مجالهم، لغة بسيطة، كتب منوعة، وتكون جديدة. غالبا الناس تدور على يعني تكون العناوين جديدة، مش عنوان قديم موجود قبل. يعني صح الكتب الأثرية مهمة. نعم. أنت لما تجيب شعب يعني شخص دوبه مبتدئ، صعب تجيب له كتاب أثري وتقول له أقرأ. اختصر له الكتب، اجيب له 10-20 كتب، فهو أوكي. كيف تجيب الكتب إذا نحن البيئة ما كانت تساعد؟ ما في مكاتب يعني تواكب وتجيب لك الكتب الجديدة. فالمشكلة في البيئة أيضا، في البيئة وفي الفرد وفي ولازم المجتمع، يكون في تكافؤ وتكامل عشان تكتمل المسيرة. أيوه. شيء واقعي. أوكي. هوايتك الثانية كانت قلنا ركوب الخيل، كنت ركبت الخيل وضاوع يوحى كاسو قاري فردها كل تقريبا تنكس قبل 15 سنة. نعم. لا قبل 15 سنة أو أقل. وأنا أحب الخيل وأحب إني أكون هواية، هي تالنت أو هواية أو أيوة. هل هي كلمة صح مرادفة؟ تالنت وهواية نفس الشيء ولا؟ تالنت لا، تقريبا نفس هذا، نفس المعنى. هي موهبة وهواية. فسبحان الله في البيئة هناك ما في الصومال. في السعودية لا. أنا الصومال ما لي إلا 2 سنين تقريبا. ولا فرد الصومال يكون مفهوم ما ولا هنا. بس إن شاء الله هو الواحد قريبا يعني قريبا مع ضغوطات الحياة هذه صعب إنه. شكرا على الوقت حقنا. ما هتسنتهي. شكرا حبيبي. هو الواحد في الحياة تجري صعب يعني. صح إنه تكون هواية يبغى لها وقت، تعطيها وقتها، تتعلمها لما تتقنها ولها مخاطرها. فسبحان الله كانت إحنا عندنا في الطلعات العائلية يكون في الحصان ويكون في ركوب الدبابات هذه. الدبابات الصحراوية هذه كانت الواحد لما يطلع كذا كشتة عائلية. أذكر كنا في الطايف، وكانت الطايف في منطقة جبال، منطقة جبلية معروفة كنا بالتحديد في جبل الشفا. فسبحان الله مع الحماس وكذا كنت طفلة يمكن 12 سنة 10 سنين في هذا الرينج. فطلعنا الحصان، والحصان راح لمنحدر، والمنحدر يعني جبل، وإذا أنت ما كنت فاهم إيش الوضع، ما كنت فارس أو خيال، ما كنت فارس أو ما كنت شخص أيوة. بدأ الوضع كذا بالاهتزاز وكذا، فطحت من الحصان وعلى رجلي. والحصان طاح عليك؟ لا أنا اللي طحت. الحصان هيمشي إذا أنت ما كنت متمرس أو عارف كيف تتحكم فيه حتطيح. وبعدها والواحد كرهت الحصان؟ لا ما كرهته صراحة، أحبه يعني أكثر حيوان أحسه يعني ما أدري، أحس إني قريبة منه، أو ممكن أتخيلني إني هو يقال إنه الحصان من الحيوانات العاطفية، أو تفهمك يعني تفهمها بعض الأحيان ممكن. فأنا إنسانة كمان عاطفية جدا، فأحس إني قريبة. بس سبحان الله ما صار يعني إنه فرصة إني أمارس الهواية هذه أو أتقرب من الحصان بشكل قريب، بسبب البيئة وبسبب الواحد انشغاله في الحياة هذه، دراسة وظيفة شغل سفر، فما صار فرصة. انشغلتي عني. صار. بس بإذن الله تسلعين لنا كده مكان لركوب الخيل. طموحي إن شاء الله إنه يكون عندي مزرعة ويكون عندي خيول. الناس دائما تضحك كيف مزرعة وخيول ومن هذا الكلام، بس إن شاء الله
كل واحد حيوصل لازم اول شيء انه يكون عندك مساحه. مساحة يعني أبدأ، بس إن شاء الله في بلدنا لا تعرف انه في اراضي رخيصه كده باسعار معقوله، رخيصه جدا في والله. الصومال. نعم خاصه المزرعه لما تبغى، لان المزرعه انت لما تسوينا ما تسوينا في وسط المدينه في العاصمه. ممكن تكون في خارج الضواحي. لا إن شاء الله هي موجودة الفكرة، بس التنفيذ لعل ناقص تحصلين ارض كبيره ب $300. لا كم؟ 300؟ معقوله. يلا بإذن الله. لكن راح مو أحطها. لا، مو الان، لكن كان حتى الان لعلك انك تجدينا شوي شوي حبه حبه. بس ما تكون قريبة من المدن اللي نحن عايشين فيها، حتكون بعيدة زي لا 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 زي والله السفر؟ لا لانه تعرف ان الصومال الان هي في وقت شو اسمه التنميه، فانك يكون عندك مساحات كثيره قريب يعني على السنوات القادمه سنه سنتين فتتوسع المدينه. قبل اتساع المدينه الضواحي تحصل فيها اراضي كثيره بعضها بسعر معقول جدا جدا جدا. يبغالي أحطها في الخطة إن شاء الله. وإذا رجعنا للبلد والله صراحه انا خليني اقول لك يعني اليوم لعلك انك تجدين ارض كبيره ب 200 بعد ايام يوصل ل 1000. صح. فانت لازم وفي انك أراضي تستغلي. لما نشوف الأهل تكون أراضي الآن سعرها جدا غالي، وفي الزمن الماضي أخذوها نعم أقل طيب من كانت في وسط $50. المدينه دي. أيوة. انت حاولي لما تبغى مزرعه افضل شيء انها تكون ابعد من المدينه شويه. يعني حتى لو انت تخيلتي انه المدينه عمران مدري شيء يتطور فانه حيوصل يوم من الأيام دي. نعم لكن حتى لو وصل خليه يكون بينهم 200 متر زي كده 300 عشان متر. لا يكون مستقبلا يأثر على على البيئه اللي حواليك، اللي على الزراعه وعلى التلوث البيئي مدري شيء السيارة. لا بإذن الله هي خطة وإن شاء الله. لا معاك انا لما تاسسين اجي كل مره اتدرب عندك، إن شاء الله. لان كده انا عندي نفس الشيء، عندي الهوايه هذه ركوب الخيل. والناس ما هي مهتمة بهذا الشيء. إحنا عندنا كصوماليين خلاص. وفي نفس الوقت هي تجاره صراحه، ما ادري في يشوفنا احد يستمع للبودكاست ويبدا هذه التجاره. ممكن ونشوف هذا الشيء ينتشر إن شاء الله في مثلا السنوات عندنا هنا القادمة. مثلا مثلا هنا في كينيا في مناطق تطلعي داخل العاصمه خارج العاصمه ضواحي العاصمه من المدن مشي تحصل فيها مزارع كذا، في عندها اماكن كذا للسياحه نعم خلينا نقول انها كاستراحه، تعرف انه في فرق. لكن هنا يكون عندك مساحه شويه كبيره، وبعض الاحيان يكون عندهم حيوانات مثل الخيل يعني تستمتعين بوقتك والدخول فيها فلوس، فهي نفسها تكون تجاره ونفس الشيء تكون هوايه. هو التجاره هو البزنس دخله في اي حاجه. يعني انت اذا كان شيء خاص لك ممكن تخليه هو يختلف لفكرك عشان نوصل لفكرك. لا باذن الله اطمح انه استغل هذا الشيء ونشتري الارض ونخليها سياحيه في نفس الوقت ملكيه خاصه. نعم شيء جميل والله، ملكياتها خاصه في اشياء يعني تربية الخيول شيء يعني جميل. حتى ماشي عندنا في ثقافة المجتمع الأفارقة بشكل عام. لا والله ما خلينا لا ما عندنا خلفية كاملة عن الأفارقة الباقية، خلينا نتكلم عن الصوماليين. إنه في تدني في الفكر، يظن نفسه الشخص الصومالي الوجيه لما يجيك أسوسكم هو ذاي إنه هو كشعب الله المختار أفريقي. يعني تعرف اليهود يؤمنون انهم شعب الله المختار، ولما تروح اوروبا تشوف الاشقر نفسه مثلا الاوروبي انه الاشقر وعيونه زرق يؤمن انه الاوروبي اللي اختاره الله يعني اعلى مرتبه من البقيه، مثل يجيك الاسباني مدري شيء. فهمت كيف؟ فالصومالي زي كذا يرى نفسه انه اصحاب البشره السمراء انه هو التوب، هو افضل من الجميع. وفي نفس الوقت تشوف انه متدني الادمي من ناحيه فكره بعض الاحيان، من ناحيه تعليمه ومن ناحيه تجارته. نعم اوكي بارك الله لك تجارتك باشياء بسيطه، لكن في نفس الوقت تشوف انه متدني، انه ما عنده فكره هذه الطوليه، فكره اللي توصل 20 سنه 30 سنه قدام، يفكر في بكره فقط. صح. هو وات از ذا نيكست، بس هذا هو ما يفكر وات از ذا نيكست تو 15 سنوات 20 سنه 14 سنه. فكر في اللحظه هذه فقط. نعم. في المكسب اليومي او اليوم ايام القادمه فقط، هذا هو تفكيره. اللي يروح بوفس ما ادري شيء كله خطط المستقبل. يجيك واحد عنده بوفس ما ادري شيء يروح يبيع له ارض وهو يستطيع انه يستفيد منها لاجل بوفس،
يروح هناك 20 سنة 30 سنة وما رجع شيء. يرجع مفلس ما يعني اوكي انت حصل شيء. اوكي في ناس يختلفون، راحوا باعوا اراضي مدري شيء وسافروا، لكن لما رجعوا باموال اشتروا بدل ذاك الارض. استعمل 2 3 تفكيرهم 4. هناك انه استفادوا من البلد، مش فقط راحوا هناك معيشة كويسة، جو بارد يعني خلاص. فائدة شخصية بدون يعني شيء ممكن أكملوا واقعي. تعليمهم، دخلوا مجالات تجارية، حاولوا ينقلوا شيء من هذاك البلد للبلد هنا، يعني استغلوا تفكيرهم. والله في ناس ما استغلوا صراحة. لا الأغلب ما يستغل، الأغلب يروح هناك يفكر في اللحظة كيف يكسب مثلا مبلغ معين في الفترة هذه فقط. يكسب اوكي انت المادة هي من اساسيات الحياة، بس المادة لكن مو من الأولوية. مش من الأولوية، بس المادة أنت كيف تحاول تربط تنميها. المادة وتطويرك لمستقبلك، ما تفكر المادة بس فقط أكسب هذا المبلغ وأصرفه في هذا الشيء. مثلا اوكي حصلت لك شخص باع أرض، خلينا نقول ما يقارب 10,000 دولار، هو راح سنة 5 سنوات 10 سنوات جلس هناك، لما رجع أو في وقت هذه المدة كلها أنت اوكي بعت أرض، هل عوض ذاك الشيء؟ هل اشتريت بداله؟ أدخلت ضعفها. نعم. هل اشتريت أرض ثاني؟ هل عندك بزنس ثاني؟ لا. طيب ما هي فائدتك في الحياة؟ اللهم انك خلفت هناك مدري شيء عافمات في، يعني بعضها يقول لك ما يعني هم يفكروا بس في اللحظة. نحن نعم. مشكلتنا كمجتمعات نعم يقول لك صومالية بالأخص بس يفكروا في اللحظة، ما يفكروا في المستقبل. هذا الشيء. هم يروحوا هناك مثلا اوكي الحياة هناك كويسة والمعيشة كويسة، طيب حاول انت تاخذ الشيء الكويس عندهم وتأتي الى بلدك البلد وتحس انك انت مختلف عن الشخص. انا والله دائما اقول كان في مدرسي ما ادري من اي منطقة من الصومال، لكن كان من اصحابي اللي كان عندهم الفروسية مدري شيء، ولو شافني او يعرفني ما اتذكر اسمه، الله يجزيه خير، يقول انه الافارقة اغلبا والشعب الصومالي خاصة تفكيرهم كله خارج انه يجوا في اي شيء. والله قال قبل كم، كان قبل اكثر من 10 سنوات اظن، او خلينا نقول 10 سنوات وانا صغير، كان يقول لنا هذا الشيء، يقول انه البلد فيه موارد، فيه اشياء، فيه فرص، لكن تفكيره خارج عن هذا المناطق كله. تفكيره بعد تفكيره انه الدول الاوروبيه، تفكيره في الغرب، وما عنده مشكله في بلده. كانت الحروبات هي سبب انه الناس تكره البلد وتحاول بأي لحظة تشوف الطريقة اللي يطلعوا فيها من البلد. هذا الشيء هو المشكلة، أن أغلب مشاكلنا سببها الحرب. أنا في أشياء لما أشوفها في الصومال أركبها فين، أحطها في، أقول إنه هذه المشاكل تأتي من إنه أصلا لم تكن عندنا، لم تكن في عمرنا، لم الشعب الصومالي أغلبا 80% لم يعايش معنى الحكومة المركزية أو الدولة المدنية. خلينا نقول مدنية هذه كلمة قاطعة أظنها، أنا شايفها كده، لأنه المدنية أصلا كل حكومة تكون مدنية مو لكن ما عندهم، ما عايش الدولة الحكومة المركزية المنطقية اللي تحاول أنها تساعد في أي خطوة من حياتك يخطو فيها الشعب، أنها تساعده، تعطيه وعي، تسانده فيه. فأنا أشوف المشاكل كلها أتت من هناك بدون الخلفية، أتت من الخلفية. في بعض الناس تشوف، في بعض الناس يدخلون المدن وأصلهم من البادية وما مروا على المدن اللي هم ولدوا فيها، يعني مدن عاصمتهم عاصمة الأصل، ما مروا على مدن صومالية متطورة، على طول راحوا إلى مدن غربية أو مدن مجاورة، مثل خلينا نقول كينيا أو بلدان الأخرى المجاورة لنا، أو بلدان الإفريقية اللي تكون حوالينا، فياخذ على طول ما عنده أصلا، ما عنده خلفية قوية، فإما إنه يتأقلم مع هذا الوضع أو يمشي معها، أو أنه يكون إلى الحضيض، يعني أخلاقه وتفكيره كله تكون إلى الهاوية. فأنا هذا هو تفكير كل شيء لما أشوف والله أحطها كذا، يعني أشيلها أقارنها بهذا الشيء، أقول الأصل المشكلة هي من هنا. المشكلة إنه صح الشعوبات الصومالية زي ما قلت ما كانت في حكومة، ما عايشوا النظام. إحنا عندنا شعب لا نظام، لا يعني كانوا عايشين زي ما تقول في مكان ما في نظام يحكمهم. نعم. ما في نظام يعني يردعهم، يعني كل واحد ماشي بهوا، ما في نظام، يعني ما في يعني
ما في نظام خلفي يفكر فيه ممكن هذا النظام راح يعاقبك، يكون هذا النظام مثلا هذا التصرف مثلا. عندنا مشكلة الكوبي بيس مثلا في مجال التجارة. كصوماليين نحن ما كان عندنا يعني ما في محكمة أو ما في شخص مثلا، ما في زي ما نقول منظمة مثلا تمنع هذه الأشياء. فتلقى شعب من ناحية التجارة كوبي بيس، يعني الكوبي بيس يعني تكون هذا شخص فتح تجارة، الشخص هذا يحاول يعمل كوبي بيس من تجارة هذا الشخص، سواء كانت في أي مجال يحاول إنه إيش يعمل زيه، قص ولصق. أيوة، ويحاول إنه يكون حتى القيمة مثلا اللي الشخص هذا خش بها السوق، الشخص هذا يحاول ينزل بقيمة أقل عشان يسحب الزباين حقته لنفسه. فهنا ما في خلينا نقول هنا أغلب أظن على طول هذا الشارع في أسواق تبيع أغلب الملابس الداخلية، حكمكم الله. اللهم الإشكال وأغلب الناس اللي يباع لهم هم يكونوا من أهل البلد. ففي تجار صوماليين جابوا البضاعة بالسوق، في موزعين يعني في يبيعون بالجمل، وفي ناس يبيعون بالجمل وبالحبة. هذول يروحون عند الجمل اللي تنزل البضاعة يأخذون منه ويبيعوه، يحطوا فائدة كده معقولة. فواحد قال لي قوي كان يبيع في هذا السوق وحده كنت أبيع أو فشفت واحد من أصحاب التجار يأتي ويشوف الكيني، فهو يأخذ الكيني ويبيعه بسعر أرخص من سعر يبيع له بسعر الجملة اللي أنا أخذ فيه. يعني بدل أنا ما أروح كل يعني أكسب من هذا الشخص بأشياء بسيطة وأروح لعنده وأشتري منه أيضا بكرة أخذ منه بضاعة، يعني كده تمشي. هو كده هو هذا ما ينزل بضاعة، راح يأخذ من عندك. فأنت بدل ما يجي يأخذ من عندك تأخذ الزبون التحتاني، الزبون العادي المال، تحاول إنك تسحبه لنفسك. أنت ليش تسحبه؟ هذا هو مشكلة، ليش تسحبه؟ خلي هذا يترزق كده هو يجيك يجيب لك الفلوس اللي قاعد فيها هذا الآدمي، يعطيك نفس البضاعة. نعم، وهو يعطيك نفس القيمة اللي راح تأخذ أنت من هذا الآدمي المتسوق. هذا عنده صاحب سوق. لماذا هذا الجشع كله؟ لماذا هذا الحقد؟ ولماذا يعني لا من ناحية الدينية ولا من ناحية الأخلاقية ولا من ناحية إيش اسمه يعني هذا الطبع لم يخرج حتى من ناحية إيش اسمه العرف. فما أدري من أين أتوا به. والله هم الناس مع أنا أؤمن إنه مع الحروب الناس ويعني ما صار في شيء يحكمهم، خلاص كل واحد يفكر في نفسه. صح. يعني أنا كيف أوصل لهذا الشيء؟ ما يفكر مثلا هذا أخوي المسلم أو إني صعب إني يعني هذا الشيء غلط أو حرام. هو صح يكون حرام بكل المقاييس، بس الشخص هنا ما عنده شيء رادع. أوكي، إذا قلنا مثلا ما في رادع ديني، المفروض يكون في رادع حكومي أو شيء يمنع من هذا الشيء. هنا لا، ما في نظام يحكمهم ولا الدين يحكمهم ولا شيء. لا رادع ديني ولا رادع أخلاقي أقل شيء يعني. هو الناس مشكلتهم هنا. أنا بس أؤمن إنه إذا كانت في حكومات أو في يعني منظمات مسؤولة عن مثلا تمنع إنه يكون نفس البزنس، يعني حتى في الأسماء، يعني ما يغير الاسم، نفس اسمك بالضبط ويصي نفس شعارك ويبيع نفس أشيائك. هذا الشيء موجود في الصومال يعني، وشفته أنا كمصمم، أنا كجرافيك ديزاين، فكل مرة شفت يعني في ناس يجوا لي يقولوا صمم لي نفس التصميم. أوكي، أنا هذا صممت له، راح أصمم لك تصميم مختلف عنه. أقول لهم كذا، أنا راح أصمم لك تصميم مختلف عنه كلون كشكل كاسم. يقول لك لا أبغى نفسه. في ناس زي كذا، لكن أغلبا يكونوا متفاهمين. لا بس أنا لاحظت ناس يقول لك لا أنا أبغى كوبي بيست، يقول لك أنا أبغى نفسه كوبي بيست. طيب لا تغير فيه. عقلك يا أسمري اللي اختاره الله، يا شعب أنت شعب الله المختار في أفريقيا يعني. على كلامهم إنه نحن شايفين نفسهم إنه نحن شعوب الله المختار. طيب أنت فين عقلك؟ فين تفكيرك؟ والله هي مشكلة تواجهنا كمجتمع صومالي. الواحد ما يفكر كيف يطور نفسه، يحاول فقط إنه إيش حاط اهتمام في الشخص يعني في الشخص اللي في نفس مجاله، كيف يكون نفسه. ما يفكر إنه يكون أفضل منه. أوكي أجيب شيء أفضل منه، كواليتي أفضل، نوعية أفضل. ما يفكر في التطوير هنا عندهم مرة معدوم. اللهم إنه يجي كيف يضربه بالسعر
ايوه ينافسك كيف بالسعر. ينافسه؟ اوكي بالسعر. تنافس بالشيء اجود بشيء افضل، لا ما احنا عندهم. عندنا هذا الشيء معدوم جدا. لا والله ما عندهم ابدا. هذه مشكله جدا كبيره. ف انا مؤمنه انه ان شاء الله اذا البلد تعدت والحكومه تعدلت والناس كقياديه انت اظنك انك دخلتي مجال الخط القياده، العام. نحن نحتاج انه نوعي الناس باشياء مره كثيره، اساليب الحياه البسيطه. انه انت كيف تكون شخص نافع لنفسك ونافع اللي حولك، مو فقط تكون شخص اناني او شخص يعني هي من الاخلاقيات كمان انه انت غلط انك انت مثلا تفكر كيف تدمر هذا الشخص. انت فكر كيف تطور نفسك، مو تدمر هذا الشخص. هذه برضو يعني اشياء بسيطه ممكن واحد يقول ما لها اهميه، بس هي اهميتها جدا كبيره. انه الشخص هذا اذا عدل تفكيره، طريقه منظومه تفكيره، هنا راح يعني الحياه تختلف. وعندنا مشكله في التفكير فقط، يعني الواحد يفكر كيف مثلا يكون نفس هذا الشخص، ما يفكر انه كيف يكون افضل منه. هذه مشكله جدا كبيره. يعني يعني اذا انت مثلا خرجت في هذا المجال حاولت تتكلم، الناس بتقول هذا مش مهم، هم خلاص تفكيرهم في ماده او شيء، ما يفكروا للمستقبل كيف مثلا نغير نفسنا كشعوب. خلينا نتكلم عن الشعب خلينا نقول الفئة الشبابية في الصومال، الفئة العمرية اللي على نفس أعمالنا وما أقل. هالأيام كلهم تفكيرهم أو توجههم إلى خلينا نقول إلى أشياء تافهة جدا. هذا في جميع العالم، ليست مشكلة محصرة فينا، لكن تشوف إنه في الشعب الصومالي أكثر، أو خلينا نقول إنه في تدني. هو التدني من ممكن ناحية إنك من ناحية الميديا، من ناحية التواصل الاجتماعي، تشوف في اليوتيوب وفي أشياء حتى خلينا نقول في التيك توك هالأيام تعرف إنه صار شيء منتشر جدا. فلا عنده معلومة جيدة، عندهم انحطاط أخلاقي جدا 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 جدا. معك يعني في هذه النقطة، متدني جدا، يعني لا يوصف. عندك يا أخي تشوف شخص يغني ويرقص بما لا يذكر اللسان، ولابسه فوق هذا النقاب. يعني شو ايش لابسه النقاب؟ شوهوا الحجاب. يعني انت لابسه نقاب على ايش النقاب انت؟ ممكن هي لابسه مش ماخذه استريتش بشكل مجال ديني، ممكن عشان تخفي طيب ملامحها الناس ما اقل شيء تعرفها. احترم الدين. هذه مشكله كبيره جدا. حطي ميك اب، حطي ماسك، في اشياء كذا يعني تختلف. تحط فيها ماسك، تحط فيها اشياء تلعب في وجهك، في ماسكات كذا اصلا مميزه لهذه الاشياء التنكريه. لكن انك تاخذ نقاب وتحط في وجهك واكثر من كذا، تاخذ نقاب وفوقها تاخذ ايش طرحه، يعني تخفي شعرها ومشوهه وجهها. فكرتها احنا عندنا كمجتمع صومالي ماخذين الحجاب عاده مش عباده، فخلاص يعني تلقى هذا الشخص لابس الحجاب الكامل كعاده فقط. مثلا كمجتمع صومالي عاده يلبس هذا الحجاب، وتكون الاخلاق جدا تدنيه ما تناسب الحجاب هذا. تعرف انه اصلا فكره الحجاب هذا طريقه ايش اسمه الجلباب هذا، خلينا نقول من بعد الحرب العالميه اظن، نعم وقت على احتلال ايش اسمه في بدايه القرن لا احتلال مش احتلال الحرب العالميه الثانيه، احتلال الايطالي. كان في الحرب العالميه الثانيه ولا الان؟ الثانيه. اوكي، في الحرب العالميه الثانيه بعدها صار يقول في مقوله تقول نسيتها هي، الشعوب تطبع على ايش اسمه الغالب، المغلوب يتبع غالب. ماني فاكر المقولة، لكن المقولة بمعناها انه لما تهزم انت الشخص المهزوم يتبع او يقلد الشخص اللي هزمه، تقليد الطباع، تقليد الافكار، تقليد الاشياء. مثلا تشوف الان اغلب المجتمعات العالميه تقلد الغرب في اشياء كثيره. فالحجاب في وقت ايش اسمه التسعينيات الناس اصبحت تقلد الغرب بانه من ناحيه اللباس الشيوعي بعض الاحيان. حتى ايطاليا كانت شيوعيه ولا؟ شيوعيه. فالفكر الشيوعي هذا كان منتشر
من ناحية اللبس، من ناحية أشياء كثيرة. خلينا نقول على اللبس، لبس المرأة ما شيء. في العاصمة الصومالية لو شفت الصور في الصور في الستينيات تكون خلينا نقول الخمسينات حتى التسعينيات، كان لباس مثل اللباس الأوروبي. المرأة الصومالية كانت أغلبها ما تلبس حجاب، مثل اللي تشوف الآن في مصر شخص مسلمة لكنها تمشي كده بسروال أو بسكينة أيوة أو بشيء. كان كده في الصومال لو نعم. تشوف صور الأهل والناس اللي عاشوا في الستينات السبعينات خاصة اللي كانوا في العاصمة في المدن أيوة الكبيرة. فلبسهم كان مقارب للأوروبيين. نعم. أما بعد الحرب ووقت الصحوة اللي يقال عليها أو يقال إنها الصحوة، فالناس أسعرت إنها ترجع رجعت للأصل خلينا نقول. فيأتيك ناس يقول لك لا شوفي هذه الصور التسعينات أو صور الخمسينات الناس كانت كذا، لم تكن هكذا. فأنت من أين أتيت بهذا؟ هذا هو المقولة، من أين أتيت إنه الناس ما كانت كذا لابسة الحجاب كانت في التسعينات. طيب قبلها ما كان في صور بهذه الدرجة، ما كان في لا في 1800 وشويات كان في صور نعم، لكن ما كانت منتشرة كده في بعض البلدان أو شيء. فمن هنا تأتي التفكير، من هنا وثقافة الناس إنه الحجاب ما يلبسوه كعبادة كعادة. هو ممكن الصحوة، فترة الصحوة لما يعني بدأوا يرجعوا على قولتك للأصل، هو مش الرجوع للأصل إلزام، تقول إنه إلزام، هو إلزامي من الحركات اليسارية خلينا نقول لا تقريبا هي يمينية في بعض الأحيان ويكون يسارية. أوكي. هو الحجاب يعني أنا ما عندي مشكلة مع الحجاب الإسلامي، يكون حجاب ساتر، يعني بالطريقة اللي كل شعب يكون له يعني لبس للحجاب بمفهومه للحجاب. نحن لا، صار عندنا إلزامي، يعني صار ممكن الشخص مثلا فترة الصحوة يكفر إنه إذا ما كان حجابه الطريقة المذكورة، يعني إنه هم يبغوا يلزموا فيها الشعوب. فالآن أحس أن الناس خلاص لابسة الحجاب مش كقناعة وكفهم للدين إنه الحجاب يكون ساتر، لا ممكن إلزام. لا أنا مختلف معك بهذا النقطة. أشوف إنه من ناحية إنه الشخص لو يؤمن إنها كعادة تأتي من العائلة نفسها، ما تأتي من الحكومة، لأن الحكومة هي كده تلزم. طيب لو نرجع لعائلات مثلا، طيب مثلا لو قلنا الآية القرآنية لما كان الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه يا أيها النبي قلنا أزواجك وبناتك ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن، هذه الآية تأمر النبي. هو الحكومات هي تؤمر فقط. فإن دور العائلة أو دور نفس المدارس فوق هذا إنها تثقف إنه هذا عبادة أصلا. المشكلة الثانية إنه يقول لك العباية العصرية هذه اللي تأتي بألوان، بعضها شفافة بعضها كده تكون يعني ملامح الجسم كله أو تكون واضحة، ملامح أو انحناءات الجسم كلها تشوفها توضح أكثر مما تخفي. فتقول لك أصلا ما تخفي شيء، هي ملبس عادي أصلا، ما أدري من إيش طلع إنه هذا حجاب. خلينا نمشي من هذا الموضوع. الحجاب موضوع جدا عميق، بس أنا كنت أقصد يعني مش الحجاب، كنا نقصد التدني بالآية القرآنية، لا التدني أنا أقصد الناس اللي شوهت الحجاب. نعم. الحجاب تشويه الحجاب جاء من فين؟ مثلا هي تكون هذا الشخص يعني أوكي مش فاهمة إنه هذا الشيء، يعني لما تلبس الحجاب هذا يكون كمان برضو يوضح على أخلاقك وزي كذا، مش فقط كعادة أخذتها من المجتمع ولبستها وانت اللهم صل وسلم يعني. أيوة. فأنا مش مشكلة في الحجاب، أنا الحجاب مؤمنة بكيف ما كان يلبس، إنه أهم شيء يكون شيء ساتر يعني. طيب كشخص قيادية، كشخص أخذ الدورات في القيادة، كيف نغير هذا التفكير؟ كيف لو نعمل دورات، لو نعمل توعية، كيف تشاركين فيه؟ هو إن شاء الله أنا عندي خطة إن شاء الله. مواصلين في القيادية صح؟ أيوة، كنا نتكلم عن كيف ممكن نوعي مجتمعنا ونبدأ في تغيير منظومة تفكيره. بإذن الله أنا لي يعني إن شاء الله خطوة قادمة في هذا المجال. ببدأ زي ما تقول منشورات بسيطة، مثلا عبارات تحفيزية أو
صعب نبدأ بدورات، إنه الناس صعب يعني كيف ممكن تقنع هذا الشخص بأهمية هذا الشيء. يعني هم شايفينه شيء مهم، هم يعني كمجتمع غالبا إنه ما يكون عندهم هدف سامي. مثلا كيف أنت تغير يكون شخص عنده له أهداف؟ الشخص إذا كان عنده هدف سامي راح يحاول إنه يوصل لهذا الهدف ويبعد عن التوافه، يعني الأشياء اللي ممكن تشغل عن هدفه. كبداية أنت تحاول تقرب للناس فكرة إنه كيف يكون لك هدف سامي. يعني ليش نحن الحمد لله خلقنا للعبادة، صح. ونعمر هذه الأرض. نعم. عمارة الأرض إنه الشخص مثلا بشيء يفيد مجتمع ويفيد الدائرة اللي حوله، ما يكون مثلا يعني عالة على المجتمع، ما عنده أي هدف، فقط شخص عائش كائن كيف المصطلح كأغلب الناس عامي بدون أي أهداف، بدون أي طموح. فبإذن الله نبدأ بمثلا ترجمة خطابات تحفيزية إحنا عندنا في اللغة الصومالية ما عندنا محصولة يعني الترجمة، ما عندنا كذا قاعدة. اللغة الصومالية يعني ما عندها أساسيات، يعني هي اللغة ممكن في بداية الثمانينات أو التسعينيات لما قبل الحرب كانت في مجموعة بادئة إنه مثلا يكون قاموس للغة الصومالية، أساس للغة الصومالية. أيضا أظن تم كتابتها في الستينات مدري في الخمسينات، بس كتابتها باللاتينية أصلا. أيوة، بس ما أحط يعني ما أدرج يعني الحين كلغة صومالية ما عندنا مراجع. يعني نحن عندنا فترة الحرب هذه 30 سنة أخرتنا عن الشعوب. لا ما عندنا ما أظن هذا الشيء. ما في مراجع صح، لكن لو وجدت مراجع لا توجد باللغة الصومالية، لعلها أنها توجد باللغة العربية. ممكن ما ترجمت، المشكلة إنه ما ترجمت اللغة الصومالية، لعلها أنها كانت لو كان في مراجع تكون باللغة العربية أو بالإنجليزية. لأنه هو موجودة بس اللغة الصومالية كتاريخ ككتابة يعني الآن تكتب بالحروف اللاتينية، بالحروف الإنجليزية نفس اللي أيوة اللغة الصومالية. نعم. فكانت يقول لك كانت تستعمل تستعمل الحروف العربية، مثل الأوردو واللغة الفارسية تستعمل الحروف العربية في اللغة الصومالية كانت هكذا. أما بعد الاستعمار وتم أظن في الستينات أو في بداية الستينات تم كتابة اللغة الصومالية كتابة بالحروف اللاتينية، هكذا أدرج على ما أعتقد. أما قبل ذلك لست متأكدا، لكن هذه هي الرواية الأقرب. متأكد لكن ما أقول لك 100%، لكن 90% الكتابة شيء واقعي كانت تستعمل الحروف العربية مثل الآن الفارسية والأوردو. ما أدري لماذا غيروها إلى اللاتينية. لا أنا مشكلتي إنه الحين إذا كلغة صومالية البلد كبيرة واختلاف اللهجات، فأنا أقصد ما عندنا كلغة صومالية يجتمع عليها جميع الاختلاف مثلا النحو العربي. أيوة فما عندنا هذا، هنا المشكلة. فإذا مثلا بإذن الله إنه اللغة الدارجة ترجمة تكون بسيطة لخطابات، أو مثلا إذا لقينا شخص مثلا يترجم صوتيا باللغة الصومالية هو المحصولة يعني ما عندنا مثلا ترجمة مثلا حرفية للمصطلحات مثلا الدارجة يعني في القيادة وكذا بلغة صومالية ما في. يعني هنا المشكلة إذا تبغى تتقرب من الشخص هذا بلغته وما عندك مصطلحات توصلها لهم. طيب هذه المشكلة مشكلتك هذه كمشكلة الشخص اللي عايش في الغربة ولا يجد اللغة الصومالية لغة الأم، خلينا نقول هذه تعتبر مشكلتك انك كشخص كتعليم قيادية. لغة صومالية مثلا إذا حاولت تتعلم اللغة الصومالية كأكاديمية ما في لغة أكاديمية، هنا المشكلة. لا في تحاول في، لأنه أتذكر شخص اسمه محمد ديرية أظنه. أيه. شفته في برنامج 8 بودكاست 8. نعم تابعت الحلقة. فكان يتكلم عن نقطة اللغة الصومالية في الصومالية، فيقول إنه كان يتعلمها كأكاديمية وهو في أمريكا. فأظن في داخل البلد أيضا موجودة لكن ليست بدرجة، لعل إني أظنها إنها ليست بتلك الدرجة العالية. أنا فاهمة هو موجود بس
مش لغة يعني كأكاديمية مستعملة. يعني هو صار مع أنا كأني سمعت إنه صار مشكلة مع الحرب وهذا ما أكملوا إدراج اللغة كلغة يعني مع قواميسها، مع ترجمة يعني هو القاموس مثلا يكون عندك المصطلح مع يعني معنى للمصطلح وترجمته في أكثر من هذا. نحن كلغة صومالية ما عندنا هذا الشيء. طيب لماذا لم يكمل أيضا بعد الحرب؟ ممكن الآن بدأوا بها بس ما أكملوها. أنا ما عندي خلفية بشكل كامل. بس إذا بحث في هذا المجال ممكن راح حاجة يعني. هذا المجال كثير متشعب شوية. بس بإذن الله إنه نحاول يعني نوصل للشعوب. الآن كمشكلتك كقيادية، مشكلتك إنه اللغة كيف تصلين إلى من تريدين، كيف تصلين إلى المجتمع. أيوة المجتمع هو اللغة هي أكبر عائق. إنه أنت إذا الناس اللي تبغى تحاول توصل لهم الشيء اللي أنت تبغاه وما عندك اللغة التواصل اللي تصلهم زي ما أنت تبغى، تكسرين الصومالي ما عليك. هو عندنا كمجتمع الصومالي شخص إذا ما كان بيرفكت في اللغة ممكن يتعرض للاستهزاء والتريقة فهذه مشكلة. والله لو خطيتي لنفسك خط ومشيت على هذا الخط، أي من كان أي شيء يقوله فأنت تكوني متواصل، هذا الشيء ما راح يتغير بإذن الله. راح أعطي نفسي مجال، هو بس ناقصني إني أعطي وقت للغة وأتعلمها وأبحث عن يعني مراجع يعني تفيدني في إني أكون حصيلة قوية في اللغة الصومالية. طيب خلينا أسألك سؤال من الموضوع القراءة حقتك. هل في كتاب صومالي قرأتيه من البداية حتى النهاية؟ أنا مشكلتي أتكلم اللغة الصومالية بس ما أقرأها ولا أكتبها. ما تكتبيها ولا أقرأها؟ هذه مشكلة كبيرة أنا عارفة. لا هذا شيء صعب. شوف أغلب الناس يكتبون وحتى إنهم يحاولون في الكتابة يخطئوا شيء بعدين يصححوا. شوف شخص يكتب اللغة الصومالية كدردشة لمدة 2 ويعرف إنه في خطأ هو يقع فيها كل مرة وبعدين يحاول إنه يتداركها. وممكن عشان لسه ما صار عندي تواصل قوي. نعم. بالدردشة ما وصلت في كلمة الأو واليو يقطع فيها. عندهم اختلافات. يعني في مرات مثلا أقرب مثال اسمي إيمان sometimes يكتبوه EIIMAAN، مرات يستخدموا الإي الثانية EIMAN. طيب. فهو اختلاف إنه ما عندهم قواعد للغة. أغلبا أشوف إنه طريقة كتابة الإي والإي أغلبا الشعب المصري يستخدمه أغلبا، أو الشعب شمال أفريقيا يستعملون الأسماء مثلا عيسى بدل ما يكتبون الآي يكتبون الإيسا، يقول مو إيسا. كشعوب مثلا خلينا نقول كالخليج وكالصومال نستعمل الآي. نعم كتابة الإي والآي. فأشوفها إنه مو شيء كبير، يعني إذا كانت في قاعدة شيء يعني كاللغة العربية لها قواعد. طيب في أخطاء فادحة في اللغة. أنت اسم عربي تكتبه باللغة اللاتينية بالإنجليزي، فأنت طريقة نطق الحروف تختلف أصلا. فأنت على هذا الأساس ما في طريقة كتابة يرمز إنه طريقة كتابة هذا الاسم هكذا. صح. هو كلغة صومالية ما في قاعدة يعني تلزم الناس مثلا بالطريقة الصحيحة للكتابة أو هذا. فهذه مشكلة اللغة الصومالية، ما عندها قواعد. ما في قواعد مثلا أدرجت للغة. اليوم لما نكتب إيمان بالعربي ما تشوف فيه يكون إشكال أبدا أبدا أبدا. مثلا لغتنا وتعلمناها وتربينا فيها. أصل يعني عامة. لكن المشكلة تأتي لما أسماء عربية تكتبها بالإنجليزي. اختلف. يقولوا لك spelling your name، يقول لك هجئ اسمك، لازم انك تكتب بالحرفات لانه بعض الاحيان يختلف من هجاء شخص لشخص ثاني. ايوه sometimes. هو مشكلتنا في اللغات الثانيه ما في قواعد في الكتابه. احنا عندنا في اللغه العربيه في قواعد للاملاء، في قواعد فوق هذا لا في عندهم قواعد، لكن اشوف انه اللغه العربيه سهله، يعني سهله الكتابه سهله بس في عالميا تعتبر من اللغات الصعبه. يعني هم يشوفوا اللغه العربيه من اللغات يعني صعب الشخص يتقنها. اصعب من العبريه ومن ايش اسمه من الداج. لا مش اصعب،
بس ما أعرف، الناس يقولوا هي مش من اللغات الصعبة زي اللغة اليابانية، لا بس يشوفونها كلغة صعبة، يعني بما إنه لها قواعد كثيرة. نحن اللي درسنا ووصلنا لمرحلة كويسة في التعليم برضو ما احنا ملمين بقواعد اللغة. والله لعله نعم، خلينا نقول انه شيء جزء منه واقعي. هي في رجعنا لموضوع القيادة، هي مش مشكلة كبيرة. الواحد إذا حاول يوصل واندمج في المجتمع بأي طريقة كانت، بأي لغة كانت، هو بيقدر يوصل الشيء اللي يبغاه، يوصل المعلومة كيف ما مجالك في السياسة، سمعت لك ما شاء الله من هواياتك أو من أهدافك إنك تكوني وزيرة لوزارة البترول والمعادن. وبإذن الله المجال السياسي ولا يوجد أيضا وزارة في وقت الحالي في وقت الراهن في الصومال لهذا نحن إن شاء الله بما إنه عندنا النفط وبدأ عن تنقيبه وبدأ إنه إن شاء الله يستخرج في 2030، وبإذن الله حتتكون وزارة، حتتكون طيب كيف يستخرج؟ إن شاء الله يستخرج، لكن كيف في 2030 ولا يوجد عندنا دولة عميقة أو دولة مركزية؟ لو تغير الرئيس هذا بإذن الله والواحد يتفائل، لكن يأتيك منظومة كاملة تتغير بإذن الله. التغيير يبدأ مننا إذا نحن حاولنا. هو السياسة عندنا في الصومال مخيفة جدا. يعني الشخص اللي يجي بشيء جديد ويحاول إنهم ينفوه، لعله إنه يأتيك اختلاف، مثلا إنك إيش اسمه كإيمان، لعلك اليوم أنت محافظة، بكرة تكوني معارضة، ونفس يعني مثلا يعني خلينا نقول مثال هذا، إنه تشوفي قبيلة كاملة بأكملها اليوم محافظة، بكرة تكون معارضة، لعله إنه كان عندهم منصب قوي فرد منهم فانسحب منهم فهم، ونفس الفكرة لسه قائم، ونفس الخطة اللي المرسوم لهم قائم، لكنهم عندهم مشكلة في ليش اسمه في وضع النقاط على الحروف في تخطيطه. هو ما عنده مبدأ أصلا، هو على أي أساس يشجع هذه الحكومة أو هو يكون محافظ لها أو معارض لها. هو اللهم إنه شخص منه من قبيلته أخذ منصب وراح معاه في المنصب هو يحافظ على هذا الشيء، يطلع من هذا المكان البوزيشن فهو يعتبر معارض على طول. هي عندنا مشكلة كبيرة في السياسة الصومالية، ما في. اليوم أنت محافظة ولا محافظة؟ أنا لا أصنف نفسي لأي جهة، أنا ما أتبع لأي أحد. اللي أنت محافظة ولا معارضة؟ لا، في المنتصف. والحكومة اللي كانت قبل هذه؟ أنا دائما في المنتصف، لاني معارضة لهذا ولا هذا. نحن إذا فكرنا همنا في البلد هذا كيف يعني نوصل نواكب العصر تعرف إنه كان في مشكلة في ايش اسمه قبل ايش اسمه رئيس الوزراء الحالي ايش اسمه الله المستعان، حسن خيري؟ لا غيروا هذا والله سبحان الله، اسمه محمد اسماعيل ما ادري ايش، والله اني ناسي اسمه. قبل ايام كنت اقرا اصلا مقوله كان هذا. المهم يقال انه في ناس كانت معارضة لما كان رئيس الوزراء اللي قبل هذا اللي كانت معارضة للحكومة، والحكومة نفس ماشية في نفس الخطة حقتها. اللهم انه عزل على طول تغيرت من معارضة الى محافظة. هي معارضتها ما كانت لأفكار، ما كانت لخطط شخص معين. نعم هذا اللي عرفت. هذه المشكلة. وتشوف اللي كان محافظ بعضه إما إنهم يكونوا معتدين أو يكونوا معارضين أكملهم. لماذا؟ لا أعلم. هو مشكلة القبلية إنه الشخص مثلا الشخص هذا أنا لا أعرف انتماء القبلي فقط. أيوة، ما يدعموا على فكره على هذا قطب. إذا كان من قبيلتي أنا أدعم وأعطيه كل يعني حاجة. مو عندنا مشكلة في هذا الشيء. بالحق وبالباطل أنا معك. أيوة، بالصح وبالغلط أنا معك. سواء كنت إذا كنت مخالف لي في القبيلة، ما كنت نفس قبيلتي أو نفس انتمائي القبيلي، أنا معارض لك سواء كنت صح ولا كنت غلط. هذه مشكلة. بس أنا كإيمان ما أصرف نفسي أنا أنتمي لهذا
الحزب أو هذا الحزب أو معارض أو محافظ. هذه كلها فهمت. اللهم انه تكون اهداف واضحة إنه الشخص يبغى يوصل هذا الشيء، سواء كانت الحكومة هذا أو الحكومة غيرها أو أي حزب. هو الشخص وأهدافه، إذا كان عندك هدف سامي وتوصل له حتوصل له بإذن الله. وإن شاء الله يعني الواحد يتفائل إنه البلد يتغير وتقل العنصرية القبلية هذه القبيلة اللي مؤثرة على الناس، إنه يحاول الشخص هذا يدمر يعني الحكومة هذه لأنها معارضة له في القبيلة، مش قبيلته أو مش انتماءه القبلي. فهذه مشكلة كبيرة عندنا، ونحاول هو إذا القبيلة هذه خفت، يعني هي شيء الرسول يعني صلى الله عليه وسلم يعني استعاذ منها، فلا يكفينا شرها. نحن أكثر مشاكلنا في القبلية هذه. إذا عدينا هذه المرحلة بنوصل لمكان كويس، بس الناس واقفة ما تتقدم لأنها إيش تتحارب، تاكل في بعضها. كيفك مع التجارة؟ والله هي التجارة لنا في البدايات هي التجارة أسلوب حياة تقريبا. أحس إنه الشخص يعني إذا يعني يبغى يوصل لمكان معين بيحاول ينوع مصادر الدخل. في تنويع مصادر الدخل لازم يخش فيها يقال إيش اسمه في مقولة إيش اسمها الحرية المالية. الحرية المالية هو الواحد يبغى يكون حر في ماله. لما صعب مثلا تكون دائما تطلب من شخص أو يجيك يعني مبلغ معين يلزمك إنك تخلصه في يعني في فترة معينة، وإذا المبلغ هذا انتهى تضطر إنك أنت مثلا تطلب. والواحد يعني لما يكون محكور كذا في المادة حيكره إنه إيش الشخص يتحكم في مبلغ هذا كيف مدري إيش وكذا. في ناس ما تحب العمل أصلا، في ناس تحب إنه يصرف عليها، ما يحب العمل أبدا. هذه مشكلة كبيرة. الواحد الكسل ممكن نسميه، ما يبغى يتعب، يبغى كل شيء يجي بالراحة. وصعب مثلا شيء جاك بالراحة بتنعم فيه، زي ما مثلا هو ما أعرف، هو اختلاف شخصيات الشخص. مثلا هذا ممكن المال يجيله بالراحة، اليوم جاك بكرة ما راح يجيك. الشخص اللي يعطيك اليوم بكرة ما راح يعطيك. طيب هل الشعب الصومالي شعب عقله ناتج أم غير ناتج؟ هو عقل ناتج، لأنه بيخش في التجارة كتير. طيب هل لما نتكلم عن عقل الناتج ما نربطه بالتجارة، نربط إنه إنتاجية العقل. إنه لا مش عقل منتج، لا أتراجع عن هذه النقطة. هم ما ينوعوا في الأفكار، يعني ما ينتج أفكار جديدة. شيء أخذوه طبقوه وبتداولوه، يعني ما في فكر جديد. مثلا شخص جاب فكر جديد وأنتج من هذا الفكر. لا إحنا ما إحنا شعوب منتجة، إحنا شعوب مستهلكة، نستهلك عقول غيرنا. نستهلك عقول غيرنا، هذه صح. مرة حصل تذكرت أولا كان عندي أمس موعد، فالآدم تذكرته الآن لأنه هو مدري جاب لي معلومة مدري شيء. اللهم إني تذكرته أنه كان أمس بعد المغرب كان عندنا موعد، لا اتصل لي، لم يتصل علي وأنا انشغلت أصلا. المهم في مرة في ندوة حصلت في الصومال كان يتكلم عن التجارة مدري شيء، فأحد منهم جات له فكرة، كانت امرأة جات لها فكرة إنها تزود تعمل مجال للطاقة الشمسية، تستورد ايش اسمه السولار والاشياء، اللوحات الشمسية. أيوه. زمها كده اظن هي السولار. نعم الألواح الشمسية. هي الألواح الشمسية، الترجمة الحرفية الواح الطاقة الشمسية صحيح. اللهم فجاء في بالها فكتبت وفكرت، اللهم إنها شاركت أظنها تفكيرها أو شيء من هذا القبيل. سرقت الفكرة المرأة اللي كانت جنبها مدري اثنين، فولد وهي تجمع فلوسها تحاول، تم سرقة تفكيرها وعملوا في أرض الواقع. وهذا حصلت شيء واقع حصل في مقدشو في الصومال، فتم تطبيق تفكيرها مدري شيء، ود وضي انت كبحضي ما في شخص يساعدها، لأنه أولريدي سرقت فكرتها وبدأ قبلها وعمل نفذ.
ما عندها دافع مثلا تواجه فيه هذا الشخص، أو كان في وليس دافع فقط، هو يكون عندك السرية التامة في بعض والشيء الثاني خلينا شو نقول لا 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 السرية في التفكير والتطبيق السري نفسه. لأنه يعني الشخص لما يأخذ فكرتك قبل ما أنت تعمل فيها، فهذا سرق فكرتك، لكن هو عمل يعني في نفس الوقت. هو تحرك قبلك، فأنت ما قبلك سرق وتحرك قبلك في شيء لعله إنه كان في عقلكم الاثنين، لكن بدأ في التحرك قبلك. بدأ في التنفيذ قبلك. برضو هنا كمان عندنا مشكلة إنه سرقة الأفكار ما في، يعني عندنا منظمة كمان برضو يعني تحاول تدعم الأشخاص اللي سرقت أفكارهم، أو تكون عندنا. كيف يكون عندك منظمة وأنت ما عندك أصلا من بنيات التحتية، ما عندك أشياء أساسية في الحياة؟ هو هذه مشكلتنا، الحروب أخرتنا عن أشياء كثيرة. والله بعض الأحيان أشوف أن الحروب كانت مفيدة، وبعض المرات أو أغلبا لم تكن مفيدة. أغلب الأوقات ما كانت مفيدة لنا، كانت مفيدة لأناس لفئة معينة، وكانت عالة وخسارة على بقية على أغلب المجتمع. الشعب أغلبه تهجر، عاشوا في نكبات. اللي كان عايش في البلد عاش في نكبات، في مجاعة، في تخبط، لأنه ما كان في يعني مسار في الحياة يعني يكون ماشيين عليه. تكون مثلا يدرسوا، كان يعني أذكر بعض خالاتي كانوا يقولوا في فترة الحروب يعني بعد التسعينات ممكن تكون مرحلة تعليمية تسيبها عشان حرب، ما تكمل حياتك عشان حرب. هنا برضو كانت مشكلة. لكن طيب أوكي، خلينا نقول في ناس تعلموا ودرسوا جامعات وفي قبل الحرب ولا استفادوا أصلا من تعليمهم ولا شيء، يعني خلاص جات الحرب وتحطمت حياتهم زي ما نقول. خلينا نقول تحطم بعض الأحيان، وخلينا نقول إنه الشخص ما كان يفكر تفكيره إنه في المستقبل راح يستعمله. ما أقول لك فئة بسيطة منهم لم يستفيدوا، تعلموا كملوا جامعات لم يعملوا به، ولم حتى ما حاولوا إنه يأخذوا شهاداتهم الأساسية عشان كيف بعدين ممكن يمارسوا حياتهم والحياة. والله أصبحوا خلاص، إما لو كانت أصبحت ربة بيت أو أيوة ما أكملوا حياتهم. الغالب في هذيك الحقبة ما أكملوا حياتهم لأنه جات الحرب وعطلت حياتهم. وفي ناس ما شاء الله كملوا، يعني أخذوا شهاداتهم، أو حاولوا لما راحوا لبلدان ثانية دخلوا اختبارات ودراسة بسيطة وكملوا من هناك. يختلفوا الناس، بس الغالب ما أكملوا وتعطلت حياتهم، واللي سبحان الله ربي كتب له وطلع من البلد ممكن كمل في مجاله وراح الدول العربية. غالبا الأغلب راح للدول العربية والقليل راح للدول الأوروبية. فالناس أكملوا حياتهم، وهي الهجرة ضيعت الناس. يعني الناس ما كان في بينهم ترابط، يعني خلاص اللي في البلد اتنكب واللي راح. فالحرب اللي خربت الأوضاع جدا. نقول عندنا مشكلة في كمشكلة عامة نختصرها إنه المشكلة مثل الحرب لم نعايش حكومة مركزية. هذا الشيئين صار عندنا انحدار أخلاقي جدا سيء، تفكير سلبي عدم جداً. الإنتاجية، ما في أهداف سامية. الواحد فقط يأكل يعيش ينام يعبد ربه كيف ما عبده. ما في أي خطوة تفكيرية للمستقبل. خلاص عايشين في دائرة معينة ما يبغوا يطلعوا منها خلاص. والحرب كمان سبب في هذا الشيء، إنه الشخص ما يكون عنده طموح أو تفكير أو هدف سامي يعيش له. كيف نظرتك أنت من هذا المنطلق للسنوات القادمة للبيئة اللي حولك، للمجتمع اللي حولك؟ هل هي إلى الأفضل أم إلى الحضيض؟ لا، هو الواحد دائما يتفائل، ما يتفائل، هو يتوقع السيء والكويس، بس يتفائل دائما إنه نوصل لمرحلة أفضل من هذه المرحلة، نكون من هذا المنطلق إن شاء الله. كيف تبغى تكون إن شاء الله التأثير على بيئتي ومجتمعي؟ نعم، والناس اللي حواليك، وبعدها على المجتمع الصومالي أغلبا. كيف تحب إنه أنا إنسان أحب أكون داعمة للي حولي، يعني نادر ما أحب
يعني شخص غريب مني أو تربطني أي علاقة سواء كانت زمالة حتى مش فقط صداقة وقرابة جدا، أحاول إني الشخص أحمسه أحفزه إنه ليش يعني صعب إنك تكون قاعد بلا هدف. أوكي مثلا شوف نفسك في هذا المجال، جرب هذا الشيء. والله سبحان الله الحمد لله، مو عن مدح لنفسي بس، دائما الحمد لله ربي مسخرني للناس. يعني الحمد لله أحاول أدعم اللي حولي بكلمة طيبة. ممكن ما تقدر بالمادة بالدعم المادي بالدعم الحرفي، يعني كذا تدعمه بشخص ماديا يلا روح سوي هذا الشيء، لا، هي بكلمة طيبة وكلمة حسنة تقولها للشخص ممكن تغير في حياته. فالحمد لله يعني أنا كمجتمع الصغير أحاول أدعم أخواني أخواتي القرابة صحباتي. شخص كان زميل معايا مثلا أشوف معاه أنت مش مبدع في هذا الشيء، جرب هذا الشيء سبحان الله تزبط معاه. واليوم كانت في إنسانة تخرجت من الثانوي ما حصل ربي إنك تكمل الجامعة، وكانت دائما تحب تشوف يعني تقول ما شاء الله أنت إنسانة تحب تتعلمي وتروحي وخاشة في أكثر من مجال. التعليم الذاتي. التعليم الذاتي أيوه. فكانت دائما تقول ما شاء الله وأنا أي حاجة مثلا أشوفها يعني في مجال أو ممكن هي تعجبها أشاركها معاها، سوي هذا الشيء أفعلي هذا الشيء. عدت 5 سنين وهي ما فعلت حاجة. سبحان الله سنة سفرتي سجلت في معهد الحرم وصار بيني وبينها تواصل، بس كتبت لي رسالة للآن يعني أنا أحس نفسي كذا كانت بمسؤوليتي. الله يسعدك ويعطيك العافية بسبب كلامك بدأت والحين هي 2 وحتتخرج إن شاء الله من معهد الحرم. فسبحان الله يعني دائما الواحد أيوة أحب إني أحفز الشخص وأدعم اللي حولي بكلمة بسيطة. مثلا شخص مثلا يكون ضايع تايه ما يعرف توجه في الحياة، نحاول ندعم ونحفز. وفي مجال القيادة في اللايف كوتشنج في مجال اسمه تكون كوتش مع الشخص. هو في ناس تاخذ مبالغ، أنا أخذت كورس قبل 3 شهور مع المدرب القدير عثمان باعثمان، كان يقول إنه تاخذ أنت في الكورس كيف مثلا الشخص هذا يكون بلا هدف، كيف أنت تسأله أسئلة معينة تحاول إيش توجهه. عثمان باعثمان عنده دورات حاليا مع الكورونا صارت أغلب دوراته أونلاين، وهي أسعارها كانت شوية يعتبر في متناول البعض. سوداني؟ لا حضرمي باعثمان بس سعودي. لأنه اسم كذا يشبه إخواننا السودانيين. سوادنا أهلنا وأخواننا. بس نكمل آخر نقطة اللي هي تحفيز والدعم. هو الواحد مش مسؤوليته بس لما الشخص يفكر إنه يكون معطاء. هو العطاء نحن عندنا بخل في العطاء، ما عندنا كشعب، ما احنا شعب معطاء. هو كل واحد فيه له أنانية إنه صعب يعطي المعلومة لهذا الشخص، يخاف إنه هذا الشخص يكون أفضل منه في المستقبل. أما إذا أنت كنت شخص معطاء حتى تفرح الشخص هذا لو وصل لمرحلة أعلى منك. والسبب هذا السبب إنه السبب والله عندنا تحدر في الأخلاق. ما أقدر أحدد سبب معين، بس زي ما قلت إذا كان عندنا العطاء يعني أنت تكون معطاء تحاول. ثقافة العطاء ما عندنا ثقافة العطاء جدا سيئة. معدومة، حتى مش ممكن تكون موجودة في القلة ولا ما تكون فيه له أنانية. فالحمد لله نحاول نكون معطائين. بس بغيت أضيف في مجال اللايف كوتشنج إنه في دورات مثلا أنت تقعد مع الشخص هذا، يكون شخص مثلا ضائع أو مشتت أو بلا هدف، وأنت تقعد معاه تحاول أنت ما تعطيه أنت أفعل كذا، لا أنت تحفزه يتوجه لمجال معين. وانصدمت إنه في مبالغ كبيرة تأخذ على مثلا جلسة الكوتشنج، تكون 1 2 وتكون بأسعار جدا مبالغ فيها عشان بس توجه الشخص لمساره. مثلا يكون في إدارة بس مش عارف كيف يدير، أنت تحاول تطور وتنميه عشان يكون شخص ناجح. فبإذن الله هي تبغى يعني من هذا النقطة أنا فهمت إنك تبغى تفتحي دورات. أيوة هو عندي كانت عندي خطة إن شاء الله ما أعرف متى التنفيذ، هي مكتوبة عندي وموجودة. يكون مركز تدريب قيادي
يستهدف شعبنا. طيب في أي منطقة في أي مكان تريدين إنك تأسس هذه المركز؟ الصومال بإذن الله. أنا أغلب أفكاري أحاول أنها تكون في البلد في يحتاجنا. العاصمة أو لا، في العاصمة أو في مدن أخرى؟ في العاصمة. تركيزي في العاصمة هي مقدشو، وممكن هرقيسة، لأنه إحنا عندنا أوكي أنا أشوفها كأكبر تجمع سكاني، يعني الناس اللي حتى عايشة في الضواحي إلا ما تجي العاصمة اللي هي الصومال، مقدشو، وعاصمة الشمال اللي هي هرقيسة. فأحس الواحد أنا دائما تفكيري يبدأ في الأماكن الكبيرة بعدها يتفرع. صعب تبدأ في مكان ما عندك أساس وما عندك دعم. لا، أنت لما تبغى توجه مجتمع لازم إنك تروح إلى مركز التجمع. أي مركز التجمع، أيوة. فبإذن الله توجه. حتى غالبا في أشياء أفكار جديدة في التجارة، الواحد لما يحاول يجيب شيء مختلف مش موجود في البلد. دائما أنا أنصح أي شخص يبدأ حاجة يبدأ في مكان تجمع، إنه الناس إذا عرفتك هنا بكرة تفتح فرع هناك، الناس اللي كانوا هنا حيقولوا للناس اللي هناك في فرع. فهي زي ما أعرف هي خطوات. أيوة، تسويق، إنه تبدأ في مكان كفكرة. أيوة، تبدأ في مكان التجمع وبعدها تتوسع. فأنا غالبا أفكاري بحاول أبدأها في العاصمة، من التوب، من العاصمة إن شاء الله. كيف شايفة للبودكاست كفكرة؟ فكرة جدا جميلة. ما عندنا نحن بودكاستات مفيدة كمجتمع صومالي. هو اليوم المفروض إنه ندمج اللغة الصومالية واللغة العربية والإنجليزية. تعدلت أنت. بس أنا كإيمان أخذ دائما حريتي وتنفسي في اللغة العربية. فبإذن الله ممكن يعني بودكاستات قادمة تكون باللغة الصومالية عشان نحاول نوصل لشعبنا. ما يعني الشعب بيتكلم باللغة الصومالية، البودكاست موجه لهم. فبإذن الله ممكن أيام قادمة نسجل بودكاستات باللغة الصومالية وتكون تصل للشعب. نحن عندنا مشكلتهم فقط مرئي ومسموع. المسموع ما حد يركز فيه يعني. لماذا؟ هو هنا السؤال، لماذا؟ غالبا الناس فكرة أصلا السوشيال ميديا دخلوها كده فجأة، طريقة خطأ يعني، طريقة من خطأ. الشباك. أيوة، دخلوها من الشباك، طاحوا على اليوتيوب فجأة. هم بدأوها أصلا من التيفي، ما كان يعني بدأوها يعني ثقافة. لا، طيب ثقافة المسموع هي تبدأ من الراديو، لكنها لم تدرج أو لم تستغل هم بطريقة. الآن تشوف الحقبة اللي الكبار في السن يعشقوا الراديو. غالبا ما تلقى شخص مثلا كبير في السن إلا ما يكون عنده الراديو الصغير. طيب لماذا لم يحاولوا أنهم يتأقلموا لم يواكبوا العصر الجديد وهو البودكاستات، الابليكيشنات، يبغالنا ننشر البرامج البودكاستات. يعني نحن كسوشيال ميديا كل واحد في السوشيال ميديا حقته ينصح ببودكاستات معينة. ترى أنا أحس الناس مرة جدا معدوم عندها فكرة البودكاست. نعم صح جدا، ما في أحد، مع إنه عندنا كميات قنوات في مختلفة وسائل التواصل، سواء كان ساوند كلاود أو بودكاست أو اليوتيوب. في بودكاستات كويسة وجيدة، وإذا الناس يعني طيب تحصل إن أغلب الناس ما يستنبوا أو ما يعرفوا فكرة بودكاست وهم حي يقولها وات إز ذا بودكاست محاوى سدوي. أنا كبر نوع هذا كذي بدك. نعم، يقول لك أوكي، تقول له برنامج صوتي وإذاعة أو عصب ولا بدل واحد يقول لك إيش هذا إذاعة عصب. ممكن يقول لك أوكي، يأخذ لك البودكاست هي أوسع شوية. البودكاست مثل إيش اسمه البرامج اللي تعرض على التيفيات الإذاعية تكون البودكاست. هم عشان عندهم الثقافة السمعية عندهم معدومة، فأغلب شيء يبغوا شيء مرئي ويحسوا ممكن تفاعلوا معاه أكثر. فنحن المسؤولية علينا إنه نحن ننشر ونعرف كقيادية الناس. المسؤولية عليك كقياديين. بإذن الله أنا لست أنا من لست قياديا يعني في المجتمع. لا، بإذن الله نحن عندنا هم ليش وسائل المرئية مركزين على السناب شات واليوتيوب، كله ما عندهم هدف سامي، تضييع وقت فقط. والبودكاست فيه أشياء مفيدة، تطوير، تنمية، تعلم لغات. نعم. ترى يعني جدا شيء غني. يعني لو الواحد دخل في بودكاستات ممكن يدمن يعني، وتخصيص وقت. أنا كان عندي فترة وهو مع الكورونا
صح كنت أسمع أيام من الجامعة بودكاستات متفرقة، أول مشاغل تشغلك، بس إذا حددت ساعة في اليوم أو في الصباح مثلا أنت رايح للدوام أو أنت راجع في السيارة وأنت ماشي مثلا لدوامك تكون مركب السماعات وتسمع، حتستفيد. بس نحن ما عندنا الثقافة هذه، الواحد هو مشكلتهم ما عندهم هدف سامي، والواحد فقط عايش لو ركبتي مشغول بالتفاهات. لو ركبتي وسائل التواصل او وسائل النقل الصومالي ما تشوف يشغل لك راديو اصلا اغلبا 90%، لانه الشخص لما يستمع للراديو يستفيد منه معلومه حتى لو كانت مثلا الاذاعات الاغانيه او الاذاعات الاخباريه، المهم انه يستمع. يكون اغلب السائقين اظنهم انهم يعرفون هذا الشيء، انهم اغلبهم يفتحون راديو وجزء منهم يشتغل له اغاني، هو ما يشغل اغنيه فقط. هو الناس مشغوله بالتوافه، فما راح تدور الشيء المفيد، لان المشكله ان عندنا هنا مشغولين بالتوافه اللي هي اوكي الواحد ياخذ متسع في الحياه ترفيه، بس مو طول حياتنا ترفيه، لازم يكون عندك هدف تعيش عشانه، واذا انت كان عندك هدف سامي تعيش عشانه اسلوب حياتك حيتغير، ما راح تكون مشغول بالتوافه، حتبعد عن المجتمعات اللي مشغوله بالتوافه اللي طول حياتها ضحك وونسه. فنحن مشكلتنا ما عندنا اهداف سامي نعيش عشانها. والله الحديث معك كان جميل جدا صراحه، وبقيت انه يطول اكثر من كذا، لكن الوقت يداهمنا وعندك اشغال وعندي اشغال ثانيه ايضا. باذن الله لنا لقاءات اخرى وكاسات مختلفه ومواضيع معينه، ممكن نركز. اليوم كان متشعب الموضوع، دخلنا في مجالات كثيره، نعم. صرفنا في مجالات كثيره باذن الله. راح نتواصل ان شاء الله لما تكوني وزيره ايش اسمه، وزير البتروليوم في الصومال باذن الله. هو مش حاجه موجوده، ممكن احنا ناسسها. لا هي موجوده لكن كفكره. طيب اوكي، عندك مشكله ايضا في الاداره، كيف تدير بلد قبيله كامله تكون محافظه او تكون معارضه، كيف تدير البترول؟ هذه هي مشكله. انا اطمح ان القبليه هذه تختفي ان شاء الله. بدنا نتحدث في هذا الموضوع مع ناس ايضا موجودين في السياسه نفسهم ان شاء الله مستقبلا بنفس المجال هذا، ممكن نعم. يكون لها خلفيه او نظريات مختلفة اكثر عننا. ان شاء الله باذن الله في حلقات قادمه، واحاول انكم تستمعوا هذه الحلقه على الساوند كلاود وعلى برنامج الثاني حقت البودكاستات ان شاء الله مستقبلا، حتى لسه ما وصلنا لها، وعلى اليوتيوب على الفيسبوك، وراح ننشئ لها تويتر ان شاء الله قريبا، تيك توك لعله كذا مقتطفات منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كسروا هذه الحلقه ديب دمبر لو إنها دقيقتين دتك لو خدعوا يكون لدينا قريسين إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومالك هنيئا.